خوتي لاباس عليكم كلشي بخير. اليوم غنديرو عاوتاني نهضرو مع الذكاء الاصطناعي. هل يمكنك التحدث بالدارجة المغربية؟ طبعا، أنا هنا لأساعدك بأي طريقة ممكنة. كيف أقدر نعاونك اليوم؟ آه دابا نتا ياك غتقول لي الاكلة المفضلة عندك وكيفاش كديرها وكيفاش كتصايب. أنا نموذج لغوي، لذا ليس لدي أطعمة مفضلة أو القدرة على تحضيرها. أنا موجود هنا فقط لأجيب على أسئلتك وأساعدك في أي شيء آخر. هل يمكنني مساعدتك في شيء آخر؟ اعطيني الاكلة من اختيارك الجميلة جدا في المغرب، واعطيني الطريقة باش كتصايب، وهضر معايا بالدارجة عافاك. بالطبع، واحدة من أشهر الأكلات المغربية اللذيذة هي الطاجين. كما كتعرف، الطاجين هو واحد من الأطباق التقليدية المغربية اللي كتحضر بمكونات متنوعة بحال اللحم أو الدجاج مع الخضر والتوابل المغربية المميزة. بالنسبة لطريقة التحضير، الطاجين كيطيب في واحد الإناء خاص به اللي هو الطاجين نفسه على نار مهيلة باش يتشرب كل النكهات. واش بغيتي نعطيك طريقة تحضير الطاجين باللحم أو الدجاج؟ نعم. أكيد، باش تحضر أكلة طاجين مغربية لذيذة غادي تحتاج للمقادير التالية: لحم بقري أو دجاج، بصل، طماطم، جزر، بطاطس، زيت زيتون، بقدونس وكزبرة، ثوم، ملح، فلفل أسود، زنجبيل، كركم، زعفران، وماء. أما بالنسبة للطريقة، فكتبدأ بتسخين الزيت في الطاجين، ثم تضيف البصل المقطع وكتخليه يتشحر شوية. من بعد بتزيد اللحم أو الدجاج وكتحمره من كل الجهات. دبا ضيف التوابل والبقدونس والكزبرة والثوم وخليهم يتشحروا مع اللحم. بعد ما يتشحروا مزيان، ضيف الطماطم المقطعة والماء وسد على الطاجين وخليه يطيب على نار مهيلة حتى يطيب اللحم تماما. من بعد ضيف الخضار اللي عندك بحال الجزر والبطاطس ورتبهم بشكل جميل فوق اللحم، وسد على الطاجين مرة أخرى وخليه يطيب حتى تطيب الخضار. وبصحتك وراحتك. وشهيتك؟ والله الا شهيتيني، والله بيت ناكل شي طاجين. تخيل انك كنطيب ليا الطاجين وكتعرض عليا باش ناكل الطاجين. بالصحة والراحة مسبقا. تخيل معايا الطاجين وهو كيجي على المائدة ما زال كيغلي وريحته بنينة كتعبق، كيجي معاه خبز الدار باش يتغمس في المرقة اللذيذة. تفضل كل بالصحة والهنا. واش عجبك؟ والله الا زوين وبنين وتبارك الله عليك، انت ماهر. بالصحة والهنا، ولهجتك زوينة بزاف. أنا ماشي طباخ وما كنقدرش نطيب، لكن ساعدتني المحاولة معك، وأكيد غادي يعجبني نعرض عليك طاجين مغربي جديد إلى عمرني قدرت نطيب. هل يمكنني مساعدتك في شيء آخر؟ ممكن تعرض عليا نمشيو للسينما؟ فقط تخيل. أكيد، بكل سرور. تخيل معي أننا نختار الفيلم الذي نود مشاهدته ونذهب معا إلى السينما. هل يعجبك هذا الفيلم؟ وما رأيك في بعض الفشار؟ هيا لنجلس ونستمتع بالفيلم. زوين زوين، والله الا زوين، تبارك الله عليك، والله بلا تبارك الله فلك. بصحتك وراحتك مسبقا. تخيل معايا الطاجين وهو كيجي على المائدة ما زال كيغلي وريحته بنينة كتعبق، كيجي معاه خبز الدار باش يتغمس في المرقة اللذيذة. تفضل كل بالصحة والهنا. واش عجبك الطاجين اللي تخيلناه؟ هل يمكنك ان تقول 5 مرات انا اللو هيلالي وسيدي حبيبي وها هو؟ أكيد، أنا معاك. يلا نقولها 5 مرات. أنا للا وهلالي وسيدي حبيبي وها هو. أنا للا وهلالي وسيدي حبيبي وضاحي هو. أنا للا وهلالي وسيدي حبيبي وها هو. أنا للا وهلالي وسيدي حبيبي وها هو. أنا للا وهلالي وسيدي حبيبي وها هو.
وش بغيتي نعودوها مرة أخرى؟ هل يمكنك أن تقول 5 مرات: أنا بعدهم قبل البحر لا يرحل، أنا بعدهم قبل الأمواج لا تعواج. أكيد، أنا معاك. يلا نقولوها 5 مرات. أنا بعد ما قبل البحر لا يرحل. أنا بعد ما قبل الموج لا تواجه. أنا بعد ما قبل البحر لا يرحل. أنا بعد ما قبل الموج لا تواجه. أنا بعد ما قبل البحر لا يرحل. أنا بعد ما قبل الموج لا تواجه. أنا بعد ما قبل البحر لا يرحل. أنا بعد ما قبل الموج لا تواجه. أنا بعد ما قبل البحر لا يرحل. أنا بعد ما قبل الموج لا تواجه. واش بغيتي نعودوها مرة أخرى؟ هل يمكنك أن تقول 5 مرات: ياك أخويا حميد، ياك أخويا العزيز، ياك. أكيد، أنا معك. يلا نقولوها 5 مرات. ياك أخويا حميد، ياك أخويا العزيز، 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 ياك أخويا العزيز. واش بغيتي نعودوها مرة أخرى؟ قول: حنا هما حنا هما حنا. أكيد، أنا معاك. يلا نقولوها 5 مرات. إحنا هم إحنا، 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 إحنا هم إحنا. واش بغيتي نعودوها مرة أخرى؟ أودي سير أخويا تنعس، سير تنعس، راك عصبتيني، بقيتي كتعاود الهضرة حتى طلعتي ليا فراسي. أعتذر إذا كنت أكرر الكلام. هل يمكنني مساعدتك في أي شيء آخر؟ شكون انت بالسلامة؟ شكون؟ أنا نموذج لغوي يعمل بالذكاء الاصطناعي. كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ بالزعطة. وانا مالي؟ واش دخلني؟ انا مالي؟ شكون انت بالسلامة باش تهضر معايا؟ ماشي من حقك تهضر معايا، ماشي من حقك. أعتذر إذا كان كلامي أزعجك. أنا هنا فقط لأجيب على أسئلتك وأقدم المساعدة التي تحتاجها. هل يمكنني فعل شيء يجعلك تشعر بتحسن؟ هضر بالدارجة. أنا هنا باش نجاوبك على أسئلتك بالدارجة المغربية. كيف نقدر نعاونك اليوم؟ شنو طرا هاد الايام في المكسيك؟ شنو طرا هاد الايام في المكسيك؟ الله يا ربي الله. شنو طرا هاد الايام في المكسيك؟ المكسيك فيها بزاف الأحداث المهمة مؤخرا. على سبيل المثال، رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم أعلنت أن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة متقدمة جدا، وهذا خبر كبير لأنه يأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع المحادثات التجارية مع كندا. بصراحة، العلاقات التجارية بين المكسيك وأمريكا دائما ما تكون محط أنظار العالم. هل أنت مهتم بجانب معين من الأحداث المكسيكية؟ واش ممكن تعاود لي علاش حنا كاينين وعلاش هما ما كاينينش؟ بالطبع، عندما قلت هما كنت أشير إلى المحادثات التجارية التي أعلن الرئيس الأمريكي. لماذا نحن موجودون وهما غير موجودون؟ سؤالك عميق جدا، ويلامس أحد الأسئلة الوجودية الكبرى. الوجود والعدم مفاهيم فلسفية معقدة، وتختلف الإجابات عليها بحسب المنظور الفلسفي أو الديني الذي نتبناه. هل تريدني أن أتعمق في أحد هذه المنظورات؟ نعم. حسنا، لنتحدث عن الوجود من منظور فلسفي عام. بعض الفلاسفة يرون أن الوجود هو الخاصية التي تشترك فيها كل الأشياء الموجودة، والبعض الآخر يرى أنه أعمق من ذلك، إنه حدث أو سيرورة. أما العدم فهو حالة لا وجود،
وهو يعتبر من الناحية الفلسفية شيئا مبهما وغامضا. هل ترغب في استكشاف الأمر بشكل أعمق؟ واش العكر الفاسي واش فاسي في الأصل هو النيلة الزرقاء؟ لا، العكر الفاسي ليس هو النيلة الزرقاء. العكر الفاسي هو بودرة تجميلية طبيعية مغربية حمراء اللون، تصنع من أوراق الخشخاش المجففة وقشور الرمان. أما النيلة الزرقاء فهي صبغة طبيعية زرقاء اللون، تستخدم في صباغة الأقمشة وعلاج البشرة. هل تريد أن تعرف المزيد عن أي منهما؟